تخيل معايا عزيزي المشاهد اللحظة اللي هنقف كلنا فيها على أبواب الجنة. أبواب مش زي أي أبواب شفتها في حياتك، مصنوعة من الذهب والفضة، مزينة بجواهر ولآلئ مبهرة، وراها علم مليان نور وسكينة. ملاك هتلاقيه بيستقبلك كده بابتسامة وبيقول لك السلام عليك، طبتم فأدخلوها خالدين. دي اللحظة عزيزي المشاهد اللي طال انتظارها، اللحظة اللي كلنا بنحقق فيها أحلامنا وأكتر، اللي بتدخلك لراحة ونعيم وسعادة وهنا ملهمش مثيل. تعالوا نعيش الرحلة دي سوا مع بعض، نغوص في تفاصيل الجنة بكل مراتبها، وبرضه هنعرف ازاي نخش الجنة بكل سهولة. في الجنة كل حاجة مختلفة عن الدنيا. السقف هناك هو عرش الرحمن، والأرض من المسك والزعفران. لما تشوف الأنهار هناك هتلاقيها مش بس من المياه العادية، لا، في أنهار من اللبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الأشجار مش بس بتطرح فاكهة، لكن كمان بتطرح كنوز من النعيم، ثمارها زي اللآلئ، هتلاقيها بتنحني ليك بمجرد بس بتتمنى إنك تاكل منها. في طيور في الجنة بجمال ملهوش وصف، لحومها من ألذ الأطعمة اللي ممكن تتخيلها. اللبس في الجنة من الحرير، وأنواع الملابس والزينات فيها مصنوعة بأحلى وأرق التفاصيل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف لنا الجنة بوصف يشعل الشوق في القلب. قال لنا إن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني اللي في الجنة مش مجرد نسخ أفضل من الناس اللي في الدنيا، ده شيء جديد ومختلف تماما، شيء مفيش حد حتى ممكن يتخيله. لما كان الصحابة كان بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة، بيوصف لهم تفاصيل أكتر، زي مثلا إنك في الجنة هتكون في شباب دائم، ولا هتعرف مرض ولا تعب، هتعيش في راحة وسعادة أبدية. الجنة درجات، كل درجة منهم أعلى من اللي قبلها، وأعلى مرتبة هي مرتبة الفردوس الأعلى، المكان اللي بيضم عرش الرحمن. يعني السقف عزيزي المشاهد هو عرش ربنا، ساكن الفردوس بيكونوا في أعلى درجة من القرب من ربنا. عايز أقول لك كمان إن أهل الفردوس مش بس بيستمتعوا بنعيم الجنة، لكن كمان بيشوفوا وجه الله الكريم، وده أعظم نعيم ممكن يتخيله أي إنسان. وبعدين عندنا مراتب زي جنات عدن وجنات النعيم، وكل مرتبة ليها خصائصها ونعيمها اللي بيميزها عن التانية. لما نيجي بقى عزيزي المشاهد لبيوت الجنة، هنلاقي ان البيوت مش زي البيوت العادية كده اللي بنعرفها. يعني القصور مثلا مبنية من الذهب والفضة، وأعمدتها من اللؤلؤ والياقوت. كل واحد في الجنة بيلاقي بيته جاهز ومجهز بأحسن وأرقى حاجة ممكن تتخيلها. القصور ممكن تبقى شفافة لدرجة إنك ممكن تشوف اللي جواها، وفي نفس الوقت مفيش حاجة هناك اسمها الحر أو البرد، دايما هتلاقي الجو هناك مثالي. البلكونات هناك هتلاقيها بتطل على مناظر ملهاش مثيل، حدائق مليانة زهور من كل الألوان والأشكال، مع الأنهار اللي بتجري حواليها كده في مشهد رائع. لدين عظيم هو لازم تبقى فاهم عزيزي المشاهد إن الدخول للجنة مش بس بالعبادات الكبيرة، ولكنها برحمة ربنا اللي بيبسط لنا الأمور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني الأعمال لوحدها مش كفاية، لكن ربنا عز وجل رحمته وسعت كل شيء. الأعمال الصالحة بتقربنا جدا من الجنة، واللي أهم منها هو إخلاص النية، واللي بيبسط لك الطريق هو حب الخير للناس، وكمان التسامح والبعد عن الظلم. أهي الأعمال البسيطة دي ممكن تكون سبب في دخول الجنة، زي إطعام الطعام وإفشاء السلام، حسن الخلق، ذكر الله بشكل مستمر. حتى الابتسامة في وجه أخيك صدقة، وممكن جدا تكون سبب في دخولك الجنة. لما تدخل الجنة هتلاقي الخدم بتوعك من ولدان مخلدين، دايما جاهزين لخدمتك بأي حاجة تحتاجها، وهتلاقي نفسك في حالة سعادة دائمة مفيش بقى فيها ملل ولا تعب. اللقاءات في الجنة عزيزي المشاهد مختلفة، هتكون مع الأنبياء والصالحين والشهداء، وهتتحاور معاهم وهتتشاركوا في النعيم.
هتلاقي نفسك كده بتتنقل بين الحدائق، بتشوف النعيم اللي ملوش مثيل ولا نهاية، وبتتنقل بين القصور والبيوت، وهتلاقي فيها أسواق بتبيع مش سلع لكن بيع عرض ومعاينة لكل أنواع النعيم وزيادة في الجمال والبهاء. لحظة الدخول للجنة هي لحظة الوصول لبر الأمان، هي اللحظة اللي بنتمناها كلنا، اللحظة اللي ما فيهاش رجوع، اللي بتحقق فيها كل أحلامك وبتعيش في سعادة أبدية. الجنة عزيزي المشاهد مش بس مكان، دي حالة من الفرح والسلام والراحة اللي مفيش وصف يقدر يوفيها حقها. وأكيد كلنا بنسعى وبنشتاق للحظة دي، بنشتاق لأبواب الجنة وهي بتتفتح، نشتاق لنور وجه الله الكريم. وفي النهاية لما تيجي تدخل الجنة هتحس كده إنك رجعت للمكان اللي اتخلقت علشانه، هتحس براحة وطمأنينة ما فيش زيها، وهتعيش في نعيم ملهوش نهاية في حضرة الرحمن في دار النعيم اللي بنتمناها كلنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، بجد بشكركم جدا من قلبي على الدعم الرهيب اللي حصل الفترة اللي فاتت. الله غالب. سلام.